ازاي نعمل بالكينج او الضخامه العضليه. الفيديو هيبقى طويل فهنعمل جزئين، ده الجزء الاول اهو، اعمل فولو لايك عشان يوصلك الجزء الثاني. تعالى نسال اهم 3 اسئله عشان تبقى عارف يعني ايه تضخيم من كل حاجه. يعني ايه تضخيم؟ ايه هي مراحل التضخيم؟ ازاي تحسب سعرات التضخيم؟ اول حاجه، التضخيم هو الزياده التدريجيه في عدد السعرات اللي محتاجها جسمك. يعني بنحسب سعرات جسمنا قد ايه وبنزود عليها لكن بشكل تدريجي. مثال، لو سعرات جسمنا 3000 ده للثبات الوزن، فهنزود على 3200 سعره لحد 500 سعره تدريجي. ولازم يكون فترة التضخيم يكون معاك تمارين مكثفة وجدول معمول لك مخصوص. ما ينفعش يبقى كل يوم تمرينة شكل وكل اسبوع تغير في شكل التمرينة وترتيبها، عشان ده هيقلل من النمو العضلي بتاعك. تاني حاجة، خلي دايما فترة التضخيم بتاعتك تكون بين فترة 4 شهور لحد 6 شهور عشان تدي جسمك الفترة الكافية عشان تزوده بالطاقة اللي هو محتاجها ويبني عضلات احسن، وعشان زيادة في حجم العضلات برضه. اعمل فولو لايك لبارت 2. كده احنا خلصنا الجزء الاولاني اللي بنتكلم فيه عن ايه هو التضخيم وايه هي مراحل التضخيم. انا بديك معلومات، انت اديني لايكات وكومنتات، اعمل سيف، اعمل اكسبلور عشان غيرك يستفيد بالفيديو. ولو في حاجات تانية عايزين نتكلم فيها اكتب لي تحت في الكومنتات عايزنا نتكلم في الفيديو الجاي.